فرنسا تحيل سفيرها في الجزائر إلى التقاعد. تابع الفيديو للنهاية لمعرفة التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله. قررت حكومة فرنسا إحالة سفيرها بالجزائر على التقاعد بعد حوالي 3 سنوات من الخدمة في الجزائر، كما جاء القرار في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية موقع من وزير أوروبا والشؤون الخارجية، في حين أضافت الجريدة الرسمية أنه يسمح لفرانس غوياد الوزير المفوض المطالبة بحقوق التقاعدية بحدود العمر، وهذا اعتبارا من تاريخ 1 أوت 2023. وحسب القرار فإنه ابتداء من هذا التاريخ سيتم شطب فرانس غوياد من سلك الإطارات الدبلوماسية. كما يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية حادة بين البلدين على خلفية عملية تهريب المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس. ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر بتاريخ 8 فبراير باستدعاء السفير الجزائري في باريس للتشاور. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.